قابل الفنان جورج وسوف العزاء في نجل وديع اللي رحل عن أيامنا في الأيام الماضية، حيث أقام الفنان عزاء لنجله بمسقط رأسه في كفرون بسوريا. بدأ المعزون يتوافدون على العزاء منذ قليل، حيث حرصوا على مواساة سلطان الطرب ومؤازرته في أزمته، في محاولة منهم لتهدئة أبو وديع، داعين الله أن يصبروا في محنته. تلا الشيخ ياسر الصالح بعض الآيات من القرآن الكريم، وتحديدا بعض الآيات من سورة مريم، حيث أكد أن سلطان الطرب طلب منه من قبل قراءة سورة مريم أثناء عزاء والدته، كما أكد أنه يحفظ بعض الآيات من القرآن، قائلا: أبو وديع مدرسة، طلب مني أن أقرأ سورة مريم. أبو وديع يحفظ من كتاب الله ويتلو كتاب الله. عندما قرأت له سورة مريم كان يردد ورايا حتى كان يرشدني لبعض المقامات الموسيقية. ظهر في عزاء نجل جورج وسوف أيضا قسيسا يردد الترانيم في رسالة منهم للوحدة الوطنية، وأنه ليس هناك تطرف في الدين، وأنه دائما هناك تسامح ومحبة بين الأديان السماوية.